الله وبركاته. النهاردة رجعت لكم بفيديو جديد، والنهاردة هنلعب في السلسلة اللي غايب عنها بقالي كتير، واللي هي سلسلة ماينكرافت. لعب روبلوكس يلعب ماينكرافت، بس هنلعبها في عالم اللي هو تحدي ممنوع الوحوش، عشان تعرفين حصل في العالم يعني. انتوا عارفين، واللي مش عارف يعني العالم اتمسح بالغلط. المهم يعني سيبكم من الهبل ده، دلوقتي هنلعب ماينكرافت، ويلا بقى مع المقطع. دي كانت اخر حتة واقفين فيها، يعني وصلنا للقرية. فيعني هدفنا في الفيديو ده اللي احنا هنبني بيت يكون اسطوري، واللي هيكمل معانا في السلسلة، وممكن نطوره يعني في الفيديوهات الجاية يعني. بس احنا دلوقتي مش معانا موارد تخلينا نقدر نبني البيت، فعاوزين يعني من القرية الجميلة دي اللي هنوصاها دلوقتي يعني الموارد كده. بس نبدأ بأول حاجة الأكل، بس عشان أنا جعان. نمشي على بواخير يا تجارة خير كبيرة. مش عارف ايه اللي مشجع ولاده. المهم يعني هنسرع دلوقتي القمح، ونسرع بيه العيش. نجيب الكرافت تيبل، نحط الكرافت تيبل ونسرع العيش. عارف العيش بيشبع ازاي كده؟ ده بيشبع اكتر كمان من الحاجات يعني. ملناش دعوة، هي مجنج اللي عاوزة كده. ودلوقتي نبدأ ناكل. كان لذيذ الحمد لله شبعت. دلوقتي بقى نبدأ بتجميع الموارد واللي هنحتاجها. اولا خشب، زائد خشب وستون، وممكن شمع. المتطلبات دي اظنها مش كتيرة يعني، بس ممكن يعني هنحتاج منها كتير، بس هي سهلة نجيبها يعني. اهو الخشب، وفي كمان شمع عليه يعني، فاهميني؟ بس محتاجين بقى كميات. هو موجود في كل حتة، بس احنا محتاجين كتير منه. فهنجمع الاول خشب. اظن الخشب اكتر حاجة محتاجينها، عشان يعني معظم البيت هيكون من الخشب. الستون ده اظن هيكون تزيين شوية، فهروح اجمع ستون واجيلكم برضو. بعد مرور 1,000,000 ساعة، دلوقتي رجعنا لكم بعد ما جمعنا ستون وخشب. جمعنا ستاكين خشب عشان هنحتاجه في البناء زي ما قلتلكم قوي. اظنهم كمان قليلين، مش هيقضوا كمان، فممكن نجمع كمان في بعدين يعني، لو ما قضاش، عشان احنا عاوزينه واسع، عشان ده بقى اللي هيتطور معنا في كل الاماكن. في كل حاجة هنعملها يكون هو الشريك. تمام. انا اخترت الحتة دي عشان بصوا واسعة، وممكن نبني فيها. فخليكم انتوا بقى مع البناء، يلا. بصوا يعتبر كده وصلنا ل20% بس من البناء. هنكمل بقى يعتبر 70%، ونكون خلصنا كل البناء ده. فهجيبلكم بعد ما خلصت البناء. مستعدين؟ مع يعني انا تعبت فعلا بيه. دلوقتي 3 2 1. مستعدين؟ خد خد. ايه الجمال والروعة دي؟ ايه ده؟ بصوا بصوا من جوه المنظر عامل ازاي يعني. حاسه زبالة شوية. المهم يعني اللي هو حلو يعني. انا فضلت فيه كتير وجمعت ليه حاجات كتير بجد. انا استبيت عليكم عشان الفيديو كان هيبقى طوله سنة، مش 10 دقايق كده. فيعني بصوا سرير احمر، ويعني احمر واصفر كده، فاهمين انتوا يعني. عشان يعني الصراحة جمدان، وصندوقين وبتاع، حاجات جامدة يعني. وان شاء الله يعني في الفيديوهات الجاية هنطور البيت اكتر كمان، لما ننزل بقى الكهوف ونجمع حاجات وكده.
فبس كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. فلو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك الجميل بتوعك. وكان معكم مستر حمزة بلوكس. وبس كده، سلام.